السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو عن تكملة زينة رمضان. احنا الفيديو اللي قبل كده عملنا معاكم شريط الزينة بتاع الفوانيس اللي بيتعلق. النهاردة هنعمل شكل تاني كده ممكن يتعلق على الباب بتاع الشقة. احنا دي عندي كانت من السنة اللي فاتت. تمام. ورقة كرتون على شكل فانوس مكتوب عليه رمضان كريم. خلاص، وده بقية القماش اللي كان معايا من الحلقة اللي فاتت، وده الشكل اللي كنت عملته معاكم بالكرتون اللي كان على شكل الفانوس. ودي شوية كلف عندي. تمام. لو متوفر عندك الكلف ماشي، لو مش متوفر خلاص. هجيب القماش واغلف بيه الكرتونة ديت. بس القماش عندي قصيرة، يعني مش مكفية الفانوس كله. باين حتة منه كده من تحت. ممكن اكملها بقماشة تانية. تمام. او ممكن اصغر شكل الفانوس شوية وتيجي على قده. خلاص، هحط الفانوس كده في نص القماشة اللي عندي، وبالقلم هرسم الفانوس وهقصه. خلاص، بعد ما قصينا القماشة هنبتدي نلزقها على الكرتونة بمسدس الشمع، نكون مسخنينه من قبلها. تمام، ادي الشكل كده. خلاص، هنبتدي بقى ايه نحط الكلف عليه. بس نيجي مثلا من اول هنا كده نحط نقطة شمع نثبتها. تمام. وبعد كده ايه نمشي بقى بالشمع ونثبت، نمشي حتة ونثبت حتة. زي ما قلت لكم نخلي بالنا جدا عشان الشمع ده بيبقى سخن. بالقلم او باي حاجة نثبت الكلفة في الشمع، مش لازم نعمل بايدينا. اهو. خلاص، دي شكل الفانوس اهو.
نحاول نشيل الشمع الزيادة ده. تمام. هنجيب بقى بعد كده البكرة بتاعة الصوف. طبعا هنا هنربط عقدة كده. من تحت هنقلبها، وهنقلب ديت برضو، وهنيجي هنا نعمل ما بينهم مسافة كده، وهنجيب الخيط ناخد المقاس اللي احنا عايزينه. عايزين تطولوا شوية اوكي، عايزين تقصروا شوية اوكي، براحتكم. بالشكل ده كده. وبمسدس الشمع قبل بقى ما يبرد هنقوم حاطين نقطة هنا، و الفانوس التاني برضو نقطة. تمام. وهنستنى دقيقتين بس على ما تنشف، وبعد كده نعلقها على اي باب او اي مكان في الشقة انتوا تحبوا. وده الشكل النهائي للمعلقة بتاعت الفوانيس. حطيتها على باب الشقة من جوه، ممكن تحطوها على باب الشقة من بره او في اي مكان في البيت حسب ذوقكم. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ورمضان كريم عليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.